سريعا كده نتكلم عن الشعر الخشابي لان جاتلي عليه رسائل كتير. الشعر الخشابي، الشعر ده دايما بيكون في البنات من في سن الاعدادي اللي هي يا دوبك لسه بادئه تلبس الطرحه، المرحله اللي مامتها سابتها فيها علشان تعتمد على تغسل شعرها لوحدها وما بتبصش عليها، وطول الوقت لابسه الاشارب ومامتها ما سألتهاش انتي ليه لابسه الطرحه طول اليوم في البيت. انا جالي كام حالات شعر من الخشابي ده. البنت بقول لها ازاي وصل بيك المرحله ان انت شعرك يبقى بالمنظر ده، وفين ماما وما خدتش بالها ليه؟ قالت لي انا طول الوقت لابسه الطرحه في البيت. طيب المفروض انا الام هنا دورها فين؟ الام يعني احنا نفتش ورا ولادنا يا جماعه. البنت اللي تلبس الطرحة طول الوقت في البيت أكيد في نصيبة في شعرها، لازم تدوري على شعر بنتك. انتي قلت لها اغسلي الشعر، نضفيه، اعملي الشامبو بتاعك، اعملي حمام كريم، هي ما عملتش. طب انا شفت بنتي لابسه الطرحه في البيت ل 24 ساعه، اكيد في حاجه. طيب ايه اللي وصل للشعريه انها بقت خشابي سواء للاطفال او للستات؟ انا جالي ستات برضو اللي كانت حامل وملبوخه ومعرفتش تعمل شعرها، واللي والده ومش لاقيه حد يعمل لها شعرها ومش قادره تعمل، واللي دراعها وجعها مش قادره اسرح. كل الحالات دي كانت من اسباب الحاجات دي ان احنا على طول ما بنسرحش الشعريه، فالشعريه بتخشب. ايه الاسباب بتاعه الشعريه انها تخليها تخشب؟ الوصفات والخلطات والزيوت والحاجات اللي احنا بنسمع عنها، ان انا اروح عند العطار يديلي 15 نوع زيت فوق بعض واحطه على راسي. الوصفات دي احنا لو هنجيبها وهنجربها هنحطها، بس مفيش ساعة ساعتين على الشعر، ولازم الشعر يتغسل كويس جدا بالشامبو ويتعمل وراه حمام كريم. انا ما ينفعش احط، بيجي لي حاجات اسامي غريبه، لا ما اعرفش، النخاع، زيت النخاع ووصفه النخاع وزيت الباميه وزيت الجرجير وزيت حاجات كتير كده. ما كل دي زيوت بتبوظ الشعرايه، بتبوظ لي الحراشيف بتاعه الشعرايه، بتفتح الشعرايه ادام ما هي نازله كده ستري، لا هي بتفتح الحراشيف بتاعه الشعرايه. طيب الشعرايه طول ما في الحراشيف بتاعتها مفتوحه بتلبك في بعضها، بتمسك في بعضها. طيب ايه اللي يخليني اوصل لكده؟ طيب انا دلوقتي المفروض الشعر ده بيتغسل بايه؟ شامبو ووراه حمام كريم وبس. تدهيني بقى شويه سيرم خفاف كده عليه، تدهيني بقى سيرم خفيف كده على الشعرايه وهي نص رطبه، ولا ناشفه ولا مبلوله، وهي نصف رطبه. ويا ريت الشعرايه على قد ما نقدر بلاش الاساتك، اللي هي الاساتك اللي بتجيلي هنا، الاستك بيبقى هيقطع الشعرايه عليها، اللي عضاده الكماشه اللي هي بتتمسك دي اكيد كلكم عارفينها. ونص لمه كده للشعرايه. الشعرايه دي بتتنفس، عايزه تتهوى، عايزه ترتاح. الشعر الخشابي ده بيجي لنا بيبقى محتاج حاجات كتير، بيبقى فيه بكتيريا، في ليه ريحه مش حلوه، عامل قشره جامده في الشعر. طب ايه اللي يوصل ان احنا نوصل للشعر الخشابي؟ كده احنا عرفنا اسباب الشعر الخشابي، ايه اللي بيخلي الشعر يتخشب؟ الزيوت اللي بنحطها مره ورا مره. يعني لو حد حتى ما بيعملش الخلطات، سيبنا من الناس اللي بتعمل الخلطات والزيوت والكريمات الكتير دي. انا لما احط زيت على الشعر انا لما احط زيت كتير على الشعر او كريم او سيرم، انا مش بقول، لما بقول سيرم يبقى خلاص كده انا حطيت السيرم يبقى انا عارفه ان الشعر كده تمام، لا. ما في ناس ممكن تفضي نص ازازه السيرم دي على شعرها. انا عايزه حاجه خفيفه خالص بس ترطيب للشعرايه مش اكتر. طيب حتى لو بندهن الدهانات العاديه، لو في حد مرتاح في دهان لشعره، زيت، كريم، سيرم، اي حاجه، المفروض قبل ما احط الزيت المره التانية اكون غاسله المره الاولانيه الشعر كويس قوي. لازم الشعرايه تتغسل كويس قوي بالشامبو. واهم حاجه حمام الكريم يا جماعه، حمام الكريم اللي هو زي البلسم، اللي انا بغسل بيه الشعر عادي واشطفه، مش ان انا احط بقى الفوطه السخنه والحاجات دي، لا. يبقى انا كده بقول لك ما تعمليش اي حاجه في شعرك، لاني عارفه ان الناس بتكسل موضوع الفوطه السخنه والحاجات دي، لا ملوش لازمه. دلوقتي بقت في حاجه سريعه اسمها بونيه كده، حلو مش غالي، للي عايز يعمل
في بونيه حراري دلوقتي طلع سعره مرتاح قوي، يعني عبارة عن طاقية بلاستيك كده بالحرارة بتاعتها، بتتلبس للي عايزين يعملوا حمامات كريم في البيوت، حمامات زيت. احنا مش بنقول ما تعملوش، اعملوا اللي انتوا عايزينه ورطبوا الشعر بالطريقة اللي تريحكم، طالما انتوا شايفين ان ده كويس. بس اللي يهمني في كل ده ان الشعرية تتغسل كويس، لازم الشعرية تتغسل كويس بعد الحمام الكريم او حمام الزيت. ورجاء تاني للأمهات، تابعي بنتك، تابعي الطرحة اللي ملبوسة طول النهار في البيت، أكيد وراها مصيبة، أكيد شعرها متخشب وهي خايفة تقولك، محرجة تقولك. هي بتستسهل بقى، خلاص أنا مش فاضية، راحة الدرس دلوقتي، راحة جيت من المدرسة، هلم شعري وخلاص، محدش شايف أي حاجة. فمعلش يا ريت احنا نتابع بناتنا ونقول لهم لو البنت شعرها كده انت تقدري تلحقيها، ما عرفتيش تعمليه في البيت انا اعمله لك، تجيلي وانا اعمله. لو ما عرفتيش تفك الشعر في البيت تجيلي وانا اعمله، تروح الاقرب بيوتي سنتر ليكي، لو في ناس بعيده عني مش عارفه تيجي. لو عايزه تفك الشعر الخشابي ده في البيت، انا ما بمسكش المقص واقص كده واقص بالعرض كده، لا. طيب انا مثلا الشعرايه دي اللي خشبه اهي، بمقص او موس بشرحها كده لتحت، بالطول بالطول كده، بشرحها بالطول وافك منها بالراحه، واغسل بقى بالراحه كده بشامبو وحمام كريم، ويا ريت بلاش الشامبو في الاول، الحمام الكريم بس. انا في ناس قلت لها على الحاجات دي في البيت وعملتها وجابت معاها نتيجه، والشعر الحمد لله لحقناه، ولا تقص ولا اي حاجه، مجرد بس ما عملنا الحمام الكريم عليه. ويا ريت الشامبوهات والحمامات الكريم اللي نستخدمها للحاجات دي تكون حاجات صحيه، يبقى الصوديوم اللي فوق قليل، رجاء يعني. يا رب المعلومه تكون فادتكم، واي استفسار انا تحت امركم في اي وقت.